ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الممبار الجميل اللذيذ اللي ريحته هتجيب اخر الشارع، وهقول لكم على السر. طبعا كلنا شاطرين وكل حاجه، بس في سر حلو جدا انا اكتشفته وجربته وعملته كذا مره. مش فاكره بقى نزلته لكم قريب ولا لا. بس انتوا عارفين الخلطة بتاعتي مميزة، واللي جربها عارف ومتأكد ان طعمها حلو جدا. وكمان هقولكوا على السر كمان الجديد اللي انا بعمله بيخلي الاكل يوصل لاخر الشارع، والاكل التيست بتاعه عالي جدا. تابعوا معايا الفيديو. الممبار هنعمله بالقهوة. ازاي يا ميرو الممبار بالقهوة؟ هقولك ازاي هنعمل الممبار بالقهوة وليه بنحط قهوة وامتى بالظبط. تمام، تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا المكونات وتعرفوا. بس لو عجبكم الفيديو بعد ما تشوفوه وعجبكم اعملوا، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، ولو شفت اول مره تشوفوا القناه اعملوا لي اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي بقى نيجي المكونات. عندي بصلتين كبار. بص انا هقول لكم البهارات عشان ما انساش. عندي ملح وفلفل، وعندي نعناع، وعندي توم، وعندي قرفه وجنزبيل، وعندي فلفل اسود، وعندي البهارات الخضراء دي 4 بهارات انا طحناهم مع بعض. يعني بصوا، حبهان ورق لورا وجوز الطيب وتوم باودر. انا طحنا ال4 حاجات دول مع بعض وحطاهم في برطمانه بتبل بيهم الفراخ، بتبل بيهم اي حاجه. وساعات بحطهم كده مع التتبيل مع اي شوربه بعملها زي ما قلت لكم. تمام. وعندي حسبة شبت، وعندي حسبة كزبرة خضراء، وعندي كيلو رز، وعندي كيلو وربع طماطم. انا بحب ازود الطماطم وبحب ازود البصل. البصل بصوا بقى انا بقسمه نصين. نص باخده اكرمله. يعني ايه اكرمله؟ يعني اديله تحميره كده، تصفيره يصفر. هقول لكم بصوا لحد ما يوصل معايا للمرحله دي. تمام كده هو بقى كويس جدا جدا. ليه بعمل الخطوه دي؟ انتوا عارفين علشان خاطر اخد طعم الكرمله بتاع البصل، وباقي البصل بحطه ني في ني كده عشان اخد التتبيل بتاع البصل اللي هو طعم البصل الحامي الحراق الحلو. هنا بعد ما البصله بتاعتي اصفرت شويه ودبلت، نزلت بمعلقه. برضو التوم برضو نفس الحكايه، نزلت بنص كميه التوم. عندي معلقه كبيره توم نزلت بيها واديتها كده تشويحه. وبعد كده بعد ما التوم طبعا ما بيستحملش، اول ما التوم خلاص تشم ريحته خلاص بقى نزلت بباقي كميه البصل وبباقي كميه التوم، ونزلت بعصير الطماطم. انا كل ده لسه ما حطيتش البهارات. دلوقتي بقى السر بتاعنا معلقه القهوه. معلقه القهوه يا ميرو؟ ايوه معلقه القهوه. هنحط معلقه كده صغيره كاننا بنعمل فنجان قهوه. عارفين المعلقه الصغيره بتاعت الشاي دي؟ حطيتها وقلبتها كده مع الطماطم. ودلوقتي بقى حطيت البهارات بتاعتي. حطيت كل بقى كميه البهارات اللي انا حطاها دي وقلبت كده، وهسيبها بقى تتسبك كويس جدا. الطماطم بتاعتنا اتسبكت كويس جدا. هننزل بقى بالرز، وهننزل كمان وراها اخر حاجه بنحطها الخضره. لو الطماطم بتاعتك اتسبكت وحاسه ان الصلصه كتيره كده على الرز، هتسيبيها كده دقيقتين 3. لازم ما يبقاش الرز فاصل من الصلصه بتاعتك. يعني لازم يبقى متماسك، الصلصه تبقى متماسكه كده عشان تمسك في الرز، عشان لما تيجي تحشي يبقى الخليط كله مع بعض متماسك، ما يبقاش كده سايب. تلاقي نفسك بقى بتحشي الرز والصلصه بتاعتك بتنزل كده في الحله من تحت، وما بقتش معاكي متماسكه في المحشي بتاعك. تمام، شايفين اهو لونه ده اللي انا بقول لكم عليه. بحب الصلصه الخضره كده والحاجات تبقى باينه في المحشي بتاعي. معلقه القهوه دي يا جماعه بتخلي المحشي يروح في حته تانية خالص. التيست بتاعه يبقى عالي جدا. زي بتثبت الطعم كده، زي الملح لما بنحطه للمعجنات. لما بنحطش ملح بتلاقي العجين كده ماسخ وملوش طعم. لما بنحط ذرة الملح رغم انها حاجة قليلة وبسيطة، لكن بتدي تيست عالي جدا وبتخلي العجين بتاعك يبقى حلو كده، والطعم بتاعه يبان. اي حاجة حطها فيه الطعم بتاعه بيبان. هنجيب بقى برضو ازازة كده. وانتوا طبعا شايفين انا قطعتها وشلت الوش بتاعها اللي هو البلاستيك، وهحطها كده وهبتدي احشي. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده عشان الناس اللي هتقول لي احنا في الصيام لا، الحاجات دي انا عملتها اللي هو الفتره اللي قبل الصيام على طول. كنت بعمل وبصور، ودلوقتي بقى بمنتج. يعني دي فيديوهات انا عملتها وحطيتها، بس كنت لسه ما منتهجتهاش، فدلوقتي بمنتجها وهنزلها. بص بقى الممبار بقى، عايزه اقولك ان انت هتحطي كده الازازه دي بتوفر عليكي جدا جدا، وهتحشي كده بالعصايه. اي عصايه، اي ظهر معلقه كده يكون حلو، بس ما يكونش فيه سن ولا حاجه عشان ما يقطعش معاكي الممبار.
بصوا الممبار بقى هتعملي ايه. اول حاجه هتربطي الحرف، وبعد كده هتاخدي بقى شويه بشويه لحد ما تحسي الحجم اللي انتي عايزاه في الممبار. عايزاه صغير، عايزاه لولي اللي هو صغير خالص، عايزاه متوسط. انا هنا كنت حابه ان انا اعمله كبير شويه او وسط يعني، فعملته بالطريقه دي. لازم يبقى بصوا لازم يبقى تبططيه كده علشان، وتسيبي حته كده جنب الخيط كمان شويه علشان لما يجي يستوي الرز يلاقي مكان يستوي فيه. ما ينفعش تحطي كده وتحشي ويبقى متكبس كده ومكبوس قوي، عشان مش هيلاقي مكان وهيفرقع معاكي في الحله. فلازم تديله مساحه علشان يعني يفنش فيها. طبعا الرز هيفنش معاكي في السوى، يفنش فيها. بصي لو مش حابه ان انتي، انا هنا كنت بقول لكم ان انا كل واحده هديها كده ايه نغزه كده صغيره بحرف السكينه او بخله. يفضل ان انت تعمليها بخله، ما تعمليهاش بالسكينه، لان في ناس مش هتعرف تعملها. تيجي تعمل بالسكينه كده الممبار هيفرقع معاكي ويتفتح. فيفضل يا اما بعود خله، او ما تعمليهوش اصلا، بس توطي عليه النار خالص جدا جدا علشان يستوي براحته وما يتهريش معاكي وما يفرقعش وتقولي الممبار باظ. خلاص ما تفتحيهوش يا ستي، واعمليه بالطريقه دي. لان لو في واحده او جزء كده مفتوح ولا حاجه وانت عملتي بالسكينه هتلاقيه فرقع معاكي. انا هنا كنت بعمل بحرف السكينه بس بالراحه جدا جدا. انا عملته كله بس عملته بالراحه، لان انا متعوده ان انا بعمله بحرف السكينه دي كان رفيع جدا. بس لو انت مش عارفه وعندك السكينه عريضه شويه مش هيتعمل معاكي كويس وممكن يفتح حته كبيره. فيا اما خله يا اما بلاش تفتحيه اصلا وتهدي النار على الاخر، هيستوي معاكي كويس جدا. ولازم الجلد بتاعته من بره تستوي. هقول لكم برضو امتى تشوفوا ان هو استوى ولا لا. بصوا بقى انا كنت بعمل جزء جزء كده وخلاص لحد ما خلصت. فضل عندي كام كده شويه كده حلوين من الممبار، والخلطه كانت خلصت فهشيلهم. انا بحب ان انا اعمل خلطه على القد احسن ما اعمل خلطه والخلطه هي اللي تزيد معايا. بصوا بقى ده اخر جزء انا كنت عاملاه، ما بمشيهوش بقى لحد الاخر. يعني خلطه خلصت معاكي وفاضل معاكي جزء كده في الممبار، ما تمشيش بقى الحشوه لحد الاخر وتبداي تربطي من الاخر. لا سيبي كده، خدي من الاول عشان باقي الممبار اللي يزيد معاكي تشيليه هو ونضيف، ما يبقاش جواه خلطه ولا حاجه وممكن يبوظ ولا حاجه. عملته كده حشيته كله بالطريقه دي. ودول الشويه اللي فضلوا. عايزه اقول لكم كيلو الممبار بياخد كيلو ونص، بس انا آه ما كنتش وزناه ولا حاجه، فما كنتش يعني عارفه عملت كيلو قلت احتياط. يعني بصوا شايفين السكينه اللي انا بعمل بيها رفيعه جدا. لو مش هتعرفي تعملي بسكينه زي كده اهو خلاص يبقى بلاش، يا اما خله يا اما ما تعمليش اصلا، ما تفتحوش اصلا. بصوا بقى البهارات دي اللي انا بطحنهم مع بعض. الناعم باخده بتبل بيه والخشن بحطه بقى في الشوربات. يعني الحاجات الخشنه دي اللي هو بيفضل بقى معايا، في حاجات ما بتطحنش كويس بحطها بقى في الشوربه. حطيت بقى شويه ملح وحطيت البهارات بتاعتي دي زي ما قلت لكم اللي هي عباره عن حبهان وورق لورا، لان ما كانش عندي سليم. وكمان هحط بصلايه وجزرايه، بس هحط الممبار الاول علشان اشوف الكميه، وبعد كده هقطع بصلايه وجزرايه واحطها في الشوربه عادي جدا. عايزه اقول لكم انا طحنه حبهان وورق لورا وواحده جوز الطيب وتوم باودر. طحنا الاربعه دول مع بعض، اربع بهارات دول طحناهم مع بعض. بتبل بيهم الفراخ، اللحمه، اي حاجه عايز تتبل. تحفه 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 وطعمها حلو جدا، بس طبعا بنسب وبكميات. بصوا انا هنا كنت حطيته وقفلت عليه من ما اقطع بس بصلايه وجزرايه. قطعت البصلايه والجزرايه وحطيتها وغطيت كده الحله. طبعا انا ما بصوا الحله دي طبعا انتوا عارفين هي مكسوره شويه، فانا ما بعملهاش معامله حله الضغط، لا بغطي كده بس وبوطي النار على الاخر. وهي يعني لو في بخار زياده ولا حاجه بيطلع عادي ما بيتكتمش جوه. هنا بصي بقى لما تيجي تطلعي، انا كنت بقول لكم لما تيجي تشوفيه استوى ولا لا، تاخدي واحده من على الحرف وتقطعي بعيد من الخيط علشان ما تقطعيش ناحيه الخيط ويروح يفرقع والرز يطلع منه. تقطعي بعيد من الخيط. هوريكم برضو دلوقتي انا برضو لما تيجي تحمري برضو تقطعيه ازاي. هتاخدي اول واحده، وبصوا دي كانت مقطوعه. في واحده معايا فرقعت كانت مقطوعه جامد من الاول، اللي هي كانت بتطلع ميه. كنت بقول لكم في واحده كانت بتطلع ميه، مش عارفه بس انهي جزء كانت فتحه صغنونه، فتقريبا هي دي اللي اتفتحت. بصوا بقى بناخد اول واحده زي كده اهو ونقص بعيد من الخيط، وبعد كده بنطلع الخيط. اوعي تنسي الخيط في الممبار. بتاخدي الممباريه كده بتشيلي الخيط الاولاني، بتشيلي الحته دي اللي كانت مفتوحه اهو، بنقطع بعيد من الخيط، وبعد كده بناخد حته الخيط الاولانيه اللي في التانية نرميها، وبعد كده نقطع الباقي. بقطع كله تقدري كمان تقطعي كده الخيط نفسه هو اللي تسحبيه
من غير مقص ولا من غير اي حاجه. انا بس حابه ان انا اوريكم بس الطريقه، هو سهل جدا وكويس. بصوا هنا بقى هبتدي احمر. عايزه اقولك ما تخليهوش ياخد لون كتير، لان هو لما بيطلع بيغمق اكتر. فيا دوب كده هبصوا هتلاقوا الناحيه التانية كده ابيضت، تقلبيه على طول. يعني اول ما تبيض كده شويه خلاص تقلبيه، هو كده خلاص حمر. حابه تحمريه شويه، سيبيه دقيقه كده التانية وخلاص. يعني ما تستنيش ان هو يديك اللون التحمير اللي انتوا كنتوا شايفينه في التصوير في الطاسه، لان ده هو ده اغماء. بعد ما بيطلع بيبرد كده ويهدى، لان هو عامل زي الكيس، الجلده الخفيفه، فبيبين الحاجات اللي من جوه. فاللي من جوه كله بقى صلصه وخضره، فبيبقى لونه غامق. تمام. فانت لو استنيتي ان هو يديكي اللون غامق هتلاقيه اتحروق معاكي وبقى مقرمش وبقى محروق معاكي من بره. فهو يدوب لون ذهبي كده وتروحي مطلعاه. اهو انا اديت له لون، وادي قلبته على الناحيه التانية وهطلعه. بص بيبقى الفرق في اللون ما بينه وما بين اللي لسه متحمرش حاجه بسيطه جدا. اول ما ياخد بس لون بسيط جدا تروحي تطلعيه، علشان عايزه اقول لكم ان هو لما بيبرد هياخد لون كمان اغمق شويه. بصوا اهو شايفين اللون ده طبق لسه ما اتحمرش وده اللي اتحمر. انا كنت بس حابه اوريكم الشكل، علشان في ناس ما بتعرفش تحمره وبتحاول معاها جامد. بس كده هحمره على الناحيتين، وهيبقى ده الشكل بتاعه اهو. شايفين؟ بصوا شايفين الفرق؟ فرق بسيط جدا. هو لما بيبرد بيغمق، ولما بيحمر بعد ما بيبرد كمان تاني بيغمق اكتر. طبعا هو كمان هنا في الاضاءة في التليفون كمان مغمق شوية، هو لونه ذهبي شوية كده فاتح. خلاص خلصته كده وهعمله. طبعا اتمنى يا رب الوصفه تكون عجباكم. والناس اللي بتقول ازاي عامله ممبار دلوقتي، انا زي ما قلت لكم الحاجات دي عاملاها من قبل الصيام، بس دلوقتي بقى بمنتجها لان ما كانش عندي وقت بصراحه ان انا منتجها، فبمنتجها دلوقتي. ده كمان شكله من جوه، شايفين لما بتهدي النار بيستوي من جوه ومن بره مع بعض. يعني زي ما بيستوي من بره بيستوي من جوه، وما بيعجنش من جوه ولا اي حاجه. ده كانت الطريقه وده كان الشكل. اتمنى يا رب يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو واستفدتوا ولا بمعلومه، وما تنسوش السر بتاعنا اللي هو معلقة القهوة. ما تنسوش جربوها وهتعجبكم جدا جدا جدا، انا واثقة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.